يلا بينا نحضر ماتش الزمالك وستيلن بوش. محدش مستوعب اللي بيحصل. وصلنا الملعب ولسه المدرجات زي ما انا شايف ما جابتش الرقم اللي انا متخيله. يعني ده شكل جمهور الزمالك الموجود دلوقتي قبل تقريبا نص ساعه من بدايه الماتش. زي ما انا شايف برضو جمهور الزمالك بيجهز للدخله، والاكيد ان زيزو دوره جاي. سامعين انزل اللي بتتقال دي؟ بتتقال للناس اللي في الثالثه فوق عشان ينزلوا تحت ويكملوا الدخله، لان الكراسي فاضيه ومش هتكمل الدخله اللي هم عاملينها. يا جماعه زي ما انتم شايفين الماتش بدأ ولسه جمهور الزمالك ما رفعش الدخله لحد دلوقتي، وبيظبطوا فيها وبينزلوا الناس من الثالثه يمين فوق. بكل امانه خطيره، تستاهل التاخير. الجماهير النهارده بصراحه قادره تخليك تسيب الماتش وتسيب الاكل وتسيب كل اللي في ايدك وتفضل تركز معاهم بس. خلص الشوط الاول 0-0. الزمالك ما اعرفش ازاي مش عارف يجيب جول لحد دلوقتي في فريق زي كده. نأمل الله تسهيل في الشوط الثاني. وكما هو متوقع زيزو اتبهدل. يعني بعد ما سكتوا الجمهور بيقول تاني عايزين يكملوا شتيمه في زيزو. يعني احنا في الدقيقة 65 دلوقتي اهو. الزمالك حتى الآن ما راحش على الجون بولا هجمة خطر لحد دلوقتي. بصراحة بصيروا فيه ميزة حلوة قوي ان الدقيقة حاجة و50 ممكن يكون بيغير لو شايف ان الأداء مش ماشي زي ما هو عايز. بس بصراحة برضو ربنا معاه في الدكة اللي جنبه دي فاضية. محدش مستوعب اللي بيحصل. دقيقة 80 الزمالك محتاج جونين مش جون واحد. التعادل مكسب ليهم. نهار ابيض. الناس في الملعب مش مستوعبه لحد دلوقتي اللي بيحصل. يعني الناس كلها كانت لسه بتفكر هتقابل مين الماتش الجاي. طب الماتش الاول عندنا ولا بره؟ اطفال صغيره بتعيط، ناس مش بتبص للماتش اصلا. اقسم بالله نادي الزمالك ده ما فيه غير جمهوره. شايف الدقيقه 89 والجمهور ما سكتش لحد دلوقتي وخسرانين وعارفين ان هم هيخرجوا.
دونجا الخرا ده خلص الماتش، الزمالك خسر من ستيلن بوش، الفريق اللي عمري في حياتي ما سمعت عنه، على ارض وسط جمهوره وبيطلع من الكونفدراليه يا عرر. طبعا الماتش خلص من هنا واداره الزمالك اتروقت من هنا. الزمالك طول الفترة اللي فاتت بيلعب ب3 مدافعين، النهارده الزمالك بيبدأ ب2 مدافعين. الاسبوع اللي فات اتمرنا بطريقة 4-3-3، هو اختار الطريقة دي عشان كان شايف ان هي الطريقة الأنسب للقاء بتاع النهارده. وبس كده الحمد لله.